السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون بداية تجربة جديدة في حلقات الرأي. كل مرة غادي نهضر على موضوع كيهم الرأي العام المغربي الأفريقي أو العالمي. نجاح هذه التجربة بطبيعة الحال كيتوقف على التفاعل من طرف المشاهدين والمشاهدات ديال هذه القناة بعدد المشاهدات، عدد اللايكات والبارطاج. في هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة الأولى غادي نهضر على الرفض ديال السيد فوزي القجع دخول سباق رئاسة الكاف. ما هي الأسباب وما هي الدواعي؟ واش مصلحة كرة القدم المغربية في الوقت الراهن كتحتم على السيد فوزي القجع أنه يكون رئيس الكاف أم لا؟ وشكون اللي كيدعمو وشكون اللي كيحاربو؟ وأيضا كيفاش حتى صعد فوزي القجع ولا عضو في الكاف وعضو في الفيفا، وكيفاش صعد كذلك رئيس باتريس موتسيبي، وكيفاش تمت الإقالات ديال أحمد رئيس المالغاشي. إذا نتلاقاو إن شاء الله بعد الجينجل. تقارير إعلامية سنغالية وإيفوارية ذكرت بأن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرر عدم الدخول للمعركة ديال الانتخابات الرئاسية رغم مساعي بعض الاتحادات القارية، الاتحادات الكروية الموجودة في القارة التي ترى في نجاح الجامعة الملكية المغربية أفضل نموذج للنهوض بكرة القدم القارية. رئيس الفيفا جياني انفانتينو كيتعتبر من أشد الداعمين لتولي فوزي القجع لمنصب رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وهنا غادي نرجعوا لسنوات للوراء، شوفوا كيفاش انه فوزي القجع ملي ولا رئيس ديال الجامعه الملكيه المغربيه، يعني هادشي اللي كيهضروا عليه بانه بعض الاتحادات الكرويه داخل القاره الافريقيه يعني كتستلهم من النموذج المغربي. كنا كنعرفوا بان فوزي القجع ملي اصبح رئيس الجامعه الملكيه المغربيه في شهر افريل من سنه 2014 كان من اهم الاوراش التي وعد بها في برنامج الانتخابي هو تطوير كره القدم المغربيه سواء على صعيد الانديه او المنتخبات، تاهيل البنيه التحتيه، تعزيز الحضور المغربي داخل دوالب الكاف. كان عين المدرب بادو الزكي كناخب وطني المنتخب الاول، ومحمد فخير على راس المنتخب المحلي، ناصر لارغيت وكذلك الدكتور حرمة الله في الاداره التقنيه، وكان عنده ورش انجاح الكان كاس افريقيا 2015 اللي كتقام في المغرب. من بعدها للاسف كما كتعرفوا في شهري اكتوبر وشتنبر واكتوبر من سنه 2014 كان انتشر الوباء ديال ايبولا في منطقه غرب افريقيا، وبحكم انه كان هناك منتخبات كتنتمي لهذيك المنطقه ومشاركه في نهائيات كاس افريقيا اللي كتنظم في المغرب في شهري يناير وفبراير من سنه 2015، فالجامعه الملكيه المغربيه بطبيعه الحال يعني كانت الحكومه المغربيه هي اللي هضرت مع الجامعه على اساس انها باش تخاطب الكاف وتقول لها بانه من الافضل ناجلوا هذه نسخه الكان من يناير 2015 الى شهر يونيو 2015، ويكون شهر مناسب بالنسبه لكره القدم الافريقيه والمغرب كذلك. قال لهم هادشي ناجلوه غير بما تفوت هذه القضيه الوباء ديال ايبولا، ولكن عيسى حياته وزبانيته اللي كان ديك الساعه كونغولي كونستانت عماري وكان كذلك الجزائري راوراوا هادو رفضوا الملتمس المغربي وهددوا المغرب بالعقوبات الرياضيه والماليه. ولكن رغم هذا التهديد فالحكومه المغربيه والجامعه الملكيه المغربيه رفضوا الانصياع لهذه التهديدات ديال الكاف، لانهم كيعتبرون صحه وسلامه المواطنين المغاربه هي الاهم. بطبيعه الحال غادي يحضروا الجماهير ديال بعض الدول الافريقيه خاصه منطقه غرب افريقيا، وهناك كانت امكانيه انهم ينقلوا العدوى، ولهذا المغرب رفض، يعني ولو رغم التهديدات ديال الكاف فهو رفض لانه كيفضل انه يحمي الصحه وكذلك سلامه المواطنين المغاربه. امام هذا الرفض المغربي فالكاف قررت ان تحرم المغرب من تنظيم كاس افريقيا 2015 واسناده الى دوله غينيا الاستوائيه اللي كان عندها فقط ملعبين، واحد في باطا وواحد في العاصمه مالابو، عقبت او 4 ملاعب، المهم ملعب متوسط وثلاث ملاعب صغيره. عاقبت المنتخب المغربي اوتوماتيكيا بعدم المشاركه في هذه النسخه، لان المنتخب البلد المضيف كان هو غينيا الاستوائيه اللي ما كانش تاهل يعني عن طريق القدم، يعني في التصفيات ما نجحش في التاهل، فعوض المنتخب المغربي فتحرمنا من المشاركه في كاس افريقيا 2015
وزادوا عقوبات، وانهم يعني كانوا قالوا بان المنتخب المغربي ما غاديش يشارك لا في اقصائيات الكان ديال 2017 اللي كانت غتكون في الكابون او اللي كانت في الكابون، وكذلك ديال 2019 اللي ولات كذلك في مصر. انا داك الساعه ما كنعرفوش ديك الساعه امتى غتكون في الكابون امتى في الكاميرون، حنا كنعرفوا القاره الافريقيه كيفاش كنديروا الامور حنا بدقه دقه تصبح الحال ويفتح. يعني كانوا باغيين يخرجوا على جيل كامل من اللاعبين، جيل ديال كريم الاحمدي، يونس بن الهندا، نور الدين امرابط، مبارك بوصوفه، مهدي بن عطيه، العديد من اللاعبين كانوا غادي تحرمهم يعني من 3 نسخ ديال كاس افريقيا، وقدر كيكون التاثير عليها انه ما غتكونش تنافسيه كبيره، ما غاديش يكون كذلك احتكاك مع المنتخبات، يقدر كانوا يحرمونا عندي هذا الشيء يقدر يكون ياثر سلبا على المسار ديالنا في اقصائيات ديال كاس العالم 2018. وكذلك داروا غرامتين ماليتين، الاولى $1,000,000 مليون يورو، والثانيه مليون دولار امريكي، والثانيه هي 8 ملايين يورو. هذيك 8 ملايين يورو هي كنعتبرها بحال انها خسائر الماليه اللي تعرضت لها الكاف بانها نقلت من البلد الى بلد اخر. فالمغرب بطبيعه الحال امام هذا الظلم وهذه العقوبات يعني اللي ما كتستند حتى شي يعني ما كاينش كتستند شي حاجه قانونيه، فالتجأ لمحكمه التحكيم الرياضي الطاس اللي الغت هذه العقوبات في بدايه شهر ابريل من سنه 2015 وخفضت الغرامه الماليه الى $50,000. هذا الشيء يعني قالت لهم غادي يشارك في الاقصائيات وفقط $50,000 اللي غادي يخلص. فبطبيعه الحال الرئيس الكاف عيسى حياته وزبانيته ما غاديش يعجبهم الحال لان المغرب والقجع تحداهم. لكن الحمد لله يعني بلاد الشرفه اني في مايو ويونيو من سنه 2015 تفجرت فضيحه بلاطير وبلاتيني والعديد من الاعضاء ديال الفيفا. شكون اللي بداتها الصحافه الامريكيه، بداتها CIA، لانه الامريكان ما تقبلوش ان قطر هي اللي تنظم كاس العالم 2022 بدل الولايات المتحده الامريكيه. بداو كيحفروا وبداو كيجبدوا الملفات السريه، فناض الصداع على بلاتيني وعلى بانه تم اتهام الفيفا بالفساد. فتمت الإطاحة يعني بعد أشهر من التحقيقات، تم الإطاحة بكل من سيب بلاتير كذلك بلاتيني، أعضاء في الكونكاكاف والأعضاء في الكونميبول. فداروا انتخابات رئاسية جديدة في الفيفا. صعد السويسري ذو الأصول الإيطالية جاني إنفانتينو اللي كان كيرغب في تنظيف البيت الداخلي سواء للفيفا ولا باقي الاتحادات القارية، ولهذا مشى دعم فوزي القجع باش يدخل الانتخابات ديال المكتب التنفيذي في 2017، لان فوزي القجع من 2014 حتى لبدايه 2017 كان فقط رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، ما كانش داخل الكاف. فشجعوه باش انه يكون، وحتى المغرب ديك الساعه كان مابقاش كينتهج سياسه الكرسي الفارغ، لان كنشوفوا دخل رجع مره اخرى الى الاتحاد الافريقي يعني بالنسبه للسياسه، وحتى في كره القدم كان خاصو يدخل. فكان فوزي القجع ترشح للعضو باش يكون عضو في الكاف، وباش ترشحوا العضو في الكاف. فالكاف مفرقين الى مناطق، كاينه منطقه شمال افريقيا فشكون اللي خاصو يواجه، كان خاصو يواجه الحاج جراوراوا اللي في نادي الصنوبر اللي كاين واحد النادي كاين في العاصمه الجزائر، تما فين داروا ديك الطبخه بانهم يعاقبوا المغرب. فدارت الايام وتمكن انه فوزي القجع يواجه راوراوا في الانتخابات، وكانت حصه لا تقبل الجدل 44-7 او باللغه ديال الجيران عطاه طريحه. ف 44-7 يعني ولا فوزي القجع ولا هو العضو ديال الكاف بالنسبه لمنطقه شمال افريقيا. فالقجع وكذلك جاني انفانتينو بجوجهم ساندوا الترشيح ديال المالغاشي احمد من اجل الاطاحه بالرئيس الكاميروني عيسى حياته، ونجح كذلك انه تفوق ولا هو رئيس ديال الكاف. فوز هذا عيسى حياته اللي عمر في هذا المركز ولا في هذا المنصب 29 سنه من 1988 في الدار البيضاء في الكان ديال 1988 حتى 2017. وكيف ما هو معروف دائما هناك تيار مقاوم للتغيير او ما يسمى او ما يصطلح عليه بالعاميه مسامر الميدة، فحركوا الاذرع الاعلاميه واللوبيات من اجل الاطاحه برئيس المالغاشي احمد وتشويه سمعه فوزي القجع. القجع ما قدروا يصوروا منه والو، يعني كان هذاك الافتحاص اللي كان دار، كان واحد المكتب ديال التحقيقات والتدقيق ما لقاو حتى شي حاجه على فوزي القجع.
لانه كان نظيف اليدين ومعامله ديالته كانت شفافه. بالمقابل تمت الاطاحه بالرئيس الملقاشي احمد بسبب ارتكابه لخروقات، وكان ذلك في اواخر سنه 2020 عندما تمت الاطاحه به. ولكن قبل كما لقيت عاقلين كانت هناك فضيحه طراديس اللي كانت وقعت في 31 ماي من 2019 بين الترجي والتونسي والوداد الرياضي، الفار المزعوم اللي ما كانش، وحنا كنا كنعرفوا الهدف ديال وليد الكرتي اللي ما حسبوش الحكم قاسمه، ومن بعد ناض الصداع حنا كنعرفوا بقيه القصه. المهم موراها كان خرج فوزي القجع بتصريحات صادمه وتصريحات قويه، قال بأنه سيعمل على محاربة الفساد والمفسدين الذين يضرون بكرة القدم الإفريقية. ما علينا. تم إيقاف الرئيس الملقاشي أحمد وتم منعه في أكتوبر من سنة 2020 من الترشح لمنصبه. تقدموا 4 المرشحين، كاين الموريتاني ولد يحيى، كاين السنغالي سينغور، كاين الايفواري جاك انوما، وكاين الجنوب افريقي باتريس موتسيبي اللي كنا كنعرفوا ان ذاك هو رئيس ديال ماميلودي سانداونز وملياردير. انفانتينو كان باغي موتسيبي، ولكن القجاع والمسؤولين المغاربه بطبيعه الحال ما كانش كيشوفوا بعين الرضا الترشيح ديال الجنوب الافريقي، لانه قادم من بلد يعادي الوحده الترابيه للمغرب، وموتسيبي هو سر الرئيس في هذا البلد سيريل رامافوزا. ولهذا كان ما يسمى بتوافقات الرباط. فتوافقات الرباط هو انه اجتمع المكتب التنفيذي وتم الاتفاق على انهم غادي يعينوا باتريس موتسيبي هو الرئيس والاخرين غيكون هما النواب ديالو، ولكن كان طبيعه الحال هناك التزامات، يعني انهم طلبوا من رئيس ديال الكاف انه يحترم الوحده الترابيه للمغرب وعدم معاكسه القضايا المغربيه، وعد بهذا الالتزام، وعدهم بانه غادي يلتزم، ولحد الساعه راه وافي بالالتزامات ديالو. في المؤتمر ذاته يعني فاش انتخبوا باتريس موتسيبي او تم تعيينه، ما نسموش انتخاب لانه كان تعيين، فاش عينوه المغرب مرر واحد البند كيحرم على اي دوله غير معترف بها في الامم المتحده بان يكون لها مقعد داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم. طبيعه الحال هذا التمرير هذا البند والتصويت عليه بالاجماع شكل ضربه قاضيه لجمهوريه القياطون والعجاج، وايضا ضربه موجعه للكبرانات اللي ما تقبلوش هذا القرار بكل روح رياضيه. فكانت النتيجه اقاله رئيس الاتحاديه خير الدين زاتشي فور عودته الى الجزائر. الرئيس باتريس موتسيبي اللي كيشغل هذا المنصب منذ شهر مارس من سنه 2021 لمح بانه لا يرغب في ولايه ثانيه فالجنوب افريقي، لانه كيعيش ضغوطات كثيره. هو كنعرفوا في جنوب افريقيا جيران ديما كيتشكاو عليه، وهذا المنصب كيشغل ليه وقته بزاف، وكنعرفوا هو ملياردير عنده بزاف الشركات، وحتى الشركات ديالو بحكم الانشغال ديالو في هذا المنصب ديالو فالاسهم ديال الشركات ديالو بدا كتراجع، ولهذا هناك تحركات في الخفاء لتعويضه. انفانتينو كيدفع فوزي القجع باش يرشح نفسه من اجل شغل هذا المنصب، والعضو المغربي بطبيعه الحال قادر على ربح معركه الانتخابات الرئاسيه لانه عنده العديد من الاصدقاء داخل القاره، لان القجع منذ سنه 2015 في اطار ما يسمى بالقوه الناعمه سوفت باور، في اطار كذلك انفتاح المغرب على البلدان الافريقيه، فوقع اتفاقيه شراكه مع 45 اتحاد كروي، لان هذا الاتحادات الكروي في القاره هما 54، حيد منهم المغرب غيبقاو 53 موقع مع 45، يعني 8 فقط اتحاد كرويه اللي ما موقعش مع اتفاقيه شراكه. ومع هذه الاتحادات الكرويه ال 45 المغرب كيقدم خدمات جليله لهذه الاتحادات، ملاعب المغرب مفتوحه في وجه منتخباتهم سواء من اجل اجراء المباريات الرسميه او المباريات الاعداديه، كاين دورات تكوينيه للمسيرين للمدربين للمؤطرين، مؤتمرات ديال الكاف كيقدروا يديروا دي ستاج، المهم هادشي كلشي المغرب كيمنحوا لهذه الاتحادات الكرويه. يعني فوزي القجع لو انه غيقرر انه يكون يعني يدخل المعركه ديال انه يكون رئيس ديال الكاف فاكيد انه غادي يربحها، يعني بدون مشاكل غادي يربحها، ولكن في نظري الظرفيه غير ملائمه، وهذا الشيء اللي خلى فوزي القجع انه يرفض. الظرفيه غير ملائمه لان المغرب مقبل على تنظيم كاس افريقيا 2025 ما بين 21 دجنبر من سنه 2025 و 18 يناير من 2026. كاين كاس افريقيا للسيدات 2024 اللي غتنظم ما بين 5 يوليوز و 26 منه. كاين كذلك 5 كؤوس للعالم، 5 كؤوس للعالم لكره القدم النسويه لاقل من 17 سنه. وكاين بطبيعه الحال الورش الكبير الورش الضخم هو كاس العالم 2030 اللي غادي ننظموه مع كل من اسبانيا والبرتغال.
القجع كذلك ما نساوش بانه هو رئيس الملف المغرب في المونديال ديال 2030، وهذا الشيء كيطلب منه مجهود ووقت كبير. ففوزي القجع عليه الحضور الاجتماعات، متابعه الاوراش الكثيره اللي كاينه، يعني الملاعب، ملاعب ديال التدريب، بزاف الحوايج اللي خاصو فوزي القجع انه يتابعها عن قرب او انه يكلف الناس اخرين، ولكن خاصو يكون دائما متابع لهذه الاوراش. كنعرفوا بان فوزي القجع بطبيعه الحال هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، عضو في المكتب التنفيذي للكاف، وعضو كذلك في الفيفا، وزير الماليه، رئيس لجنه الماليه داخل الكاف. كل هذه المهام كيشغلها السيد فوزي القجع، وخاصو باش يولي رئيس ديال الكاف خاصو يتخلى على اغلبيه ديال هذه المناصب، وهذا الشيء ما كيخدمش المصلحه ديال كره القدم المغربيه، وما كيخدمش كذلك المغرب. ما غاديش يخدم المغرب، ما غاديش يخدم المونديال ديال 2030، وكما ذكرت حتى الكره المغربيه، سواء على الصعيد المنتخبات اللي الورش اللي كيتم به بزاف، وكذلك الانديه، لان حنا مطالبين بانجاح المشاريع القادمه اللي كتنتظرنا في السنوات السته القادمه ما بين 2024 و 2030. ومن بعدها ان شاء الله يعني في 2031 ولا 2032 يمكن ديك الساعه السيد فوزي القجع او مغربي اخر انه يترشح لمنصب رئيس الكاف. فوزي القجع عنده واحد المشروع كنذكر في القناه ديال اون تايم سبورت بانه عنده واحد المشروع يعني شحال هذه هو حاطه في الكاف، ولكن باقي ما طبقش. اكيد انا باقي ما طبقش، لانه كما ذكرت لكم هناك اشخاص داخل الكاف مناوئين لفوزي القجع او انهم ما كيبغوش التغيير، لان التغيير ما كيخدمش المصالح ديالهم. كاين شي وحدين اللي كينتفعوا من الفساد ولا كينتفعوا من هذوك النقط ما يسمى النقط الرماديه، يعني بغاوه. ولكن ملي غادي يولي فوزي القجع يوما ما رئيس ديال الكاف، فهذوك هما الرغبات اللي كيبغيو بعض الاعضاء ولا بعض الاصدقاء ديالو، انه باغي يرجع الكاف بحال الشكل ديال الجامعه الملكيه المغربيه، يعني يكون هناك ملاعب، تاهيل البنيه التحتيه، انه يكون يزيد بالمنتخبات الافريقيه للقدام، يكون عندها كذلك سيوله ماليه الى اخره من الامور الايجابيه اللي كيشوفوا فيها ان فوزي القجع لولا رئيس ديال الكاف غادي ينفعهم. فهذا الشيء اللي خلى فوزي القجع انه ما يتقدمش، لانه كينتظروا مشاريع مهمه. لحنا هاد المرحله من 2024 2030 ماشي مرحله مفصليه فقط في كره القدم المغربيه، لانه كاين شي وحدين كيشوفوا فقط كره القدم المغربيه، هي مرحله مفصليه في تاريخ المغرب، لانها هاد 6 سنوات من العمل الجاد والمتواصل غتخلي المغرب يربح سنوات كثيره من التنميه، لان هاد الملاعب اللي غيتبناو، كذلك المحطات ديال القطار، كذلك طرق السيارات، تي جي في، بزاف الامور اللي غادي دار باش نستجبوا لدفتر التحملات ديال الفيفا اللي هو دفتر صارم. ولكن كونوا على يقين انه سنه 2030 غادي يكون مغرب اخر، يعني مغرب اللي كيتمناو المغاربه من هذه مده طويله. ولهذا خاصنا ننجحوا هذه المشاريع باش نعطيو صوره جميله عن المغرب وكره القدم المغربيه. اذا اخير نكتفي بهذا القدر، كنشكركم، نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. ما تبخلوش عنا باللايكات وبالاشتراك والبارطاج، والى اللقاء.